المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إحياء اليوم العالمي للتوحد في كرن، دعوة لإزالة الأشجار من الطرق في الإقليم الجنوبي، الجالية الإريترية في إيطاليا تنظم ندوة حول دور المغتربين في المجال التعليمي. روسيا تحذر من استخدام القوى ضد نووي إيران وتعرض الوساطة. والصين تطالب أمريكا بإلقاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد. والسنغال تعلن أن الفرنك الأفريقي سينتهي. أهلا بكم مشاهدينا. تمت الدعوة لأهمية تضافر الجميع لضمان مشاركة المصابين بمتلازمة التوحد للفرص العادلة في الحفل الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للتوحد في مدينة كرن يوم أمس 2 أبريل. وأشارت رئيس فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم عنسبة السيدة جنت هبتي في الحفل الذي أقيم تحت شعار النظرة الإيجابية للجميع حول الإعاقة الذهنية، إلى أن المعرفة المحدودة حول مرض الإعاقة الذهنية هي سبب للتمييز، داعية إلى اتخاذ إجراءات بشأن ذلك. وقال المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في الإقليم العقيد تسفاتيون جرماي أنه من الضروري العمل بوعي لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في التعليم والأنشطة الاجتماعية الأخرى مثل جميع المواطنين، والحصول على السكن والرعاية المناسبين. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن قضية الإعاقة الذهنية تهم كافة شرائح المجتمع، موصيا الآباء بدمجهم مع أقرانهم ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية بدلا عن عزلهم. في الوقت نفسه حث فرع الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية بالإقليم الأوسط في 2 أبريل الآباء على محاربة المعرفة المحدودة والتمييز الناجم عن مرض الإعاقة الذهنية واتخاذ خطوات عملية لتأكيد حقوقهم. وقال رئيس الفرع السيد ياسين أحمد أن الجمعية تعمل على تحسين معيشة الأعضاء وتعزيز قدراتهم المهنية والقضاء على التمييز من خلال ضمان حقوقهم. هذا ويتم الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة الذهنية للمرة 14 في العالم وللمرة 6 على مستوى البلاد. دعا مسؤول التحقيقات المرورية في شرطة الإقليم الجنوبي باولوس كيداني إلى اتخاذ إجراءات لإزالة الأشجار من على جانبي الطرق والتي تسبب حوادث مرورية وتحجب الرؤية. وقال أنه قد أجريت دراسة في الإقليم أظهرت وجود أشجار في العديد من الأماكن مما يحد من الرؤية، ودعا الإدارات وخاصة المعنية بحماية الغابات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن حدوث الحوادث المرور التي تقع تكون خطيرة، مضيفا أن إزالة العوائق أمام الرؤية مسموح بها بموجب قانون المرور، ويجب الإسراع في إزالتها قبل وقوع حوادث إضافية. كما دعا إلى خفض الإنارات المنبعثة من متاجر الموسيقى لأن انعكاساتها تسبب مخاطر في الطرق. تم عقد ندوات عامة حول دور المغتربين في قطاع التعليم في مدن تورينو وكاتانيا ونابولي وبادوفا في إيطاليا الأسبوع الماضي. أدار الندوات التي عقدت في تورينو وبادوفا اللجنة المكونة من مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في إيطاليا السيد جرماي هبتا ميكيل، ومسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإيطاليا السيد كوبروم هايلي، ورئيس الجالية الإريترية في إيطاليا السيد مليون كوميتي. وتم تقديم شرح موسع عن التطورات والتحديات التي تواجه البلاد ما بعد الاستقلال. كما عقدت ندوات مماثلة في نابولي وبروستو عبر اللجنة المكونة من رئيس لجنة التنسيق الوطني السيد عقباي فيرمدهن، ورئيس شباب الجبهة الشعبية السيد هايلي مدهني، ورئيسة فرع اتحاد المرأة في إيطاليا السيدة الغانيش أبابي، وعضو اللجنة الوطنية السيد الرفايني براخي. وأكد المشاركون استعدادهم لتعزيز برامج التنمية، وقدموا تبرعا ماليا لدعم مشروع المدرسة الداخلية بحسب الأنباء التي وردت من الجالية الإريترية بإيطاليا. يذكر بانعقاد ندوات مماثلة في وقت سابق في روما وميلانو وبولونيا وباري وبسكارا. في الوقت نفسه قام أعضاء جمعية الصهاريج في جدة بالمملكة العربية السعودية بتقييم أنشطتهم وتنظيمهم ومناقشة الخطط المستقبلية، مؤكدين دعمهم لمشروع بناء
بناء المدرسة الداخلية في الاجتماع الذي عقده الأعضاء في 27 من مارس المنصرم. وتضم جمعية ملاك الصهاريج حوالي 450 إرتيا ينشطون في جدة وضواحيها ويمتلكون صهاريج لسحب مياه الصرف الصحي. دعا مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الاجتماع الذي عقد مع الإدارات والشعب في 28 من مارس المنصرم في مديريات أفعبت ونقفة ودوبحة وقرورة في إقليم شمال البحر الأحمر، دعا إلى تقوية التنسيق بين الجهات التنفيذية والشعب لإنجاح برامج التنمية. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية في المكتب السيد أحمد عبد القادر تنفيذ برامج تشمل الحفاظ على التربة والمياه وبناء قنوات الري والسدود وبناء وإصلاح المؤسسات الصحية والتعليمية وإصلاح الطرق الترابية وترميم المواقع التاريخية وغيرها، لافتا إلى أن مشاركة المجتمع مهمة. وذكر بضرورة تعزيز برامج التوعية التي تركز على الشباب لضمان الحفاظ على القيم الوطنية، داعيا إلى العمل الجاد لتقوية التنظيم في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. واقترح المشاركون بدورهم إيجاد الحلول لمصاعب الخدمات الاجتماعية والاهتمام بمشكلة خدمات النقل وتعزيز تدريب الكوادر وكبح الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الاستهلاكية والدفع بالسمينارات الموجهة للشباب. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة ومؤسسة التعليم العالي دورة تدريبية ل 123 طالبا في كلية الهندسة والتقان بماء نفعي لمدة 3 أشهر. وأوضح مسؤول الاتحاد في الكلية السيد فيلمون ملاكي في حفلة التخرج في 2 من مارس بأن التدريب اشتمل على التصميم وتركيب معدات الطاقة الشمسية والصحون اللاقطة. وأوضح مسؤول قسم هندسة التعدين الدكتور هبتاب تقي أهمية المهن المكتسبة داعيا لتطويرها بالعمل التطبيقي. وقال مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة ومؤسسة التعليم العالي السيد سلطني تخلوم أن التدريب المهني هو أحد البرامج الرئيسية للاتحاد، ومن المتوقع أن يؤثر المتدربين بشكل إيجابي على محيطهم. وقد تم تدريب 947 شابا إجمالا في مختلف المهن في كلية ماء نفعي للهندسة والتكنولوجيا حتى الآن. نظم الأسبوع الرياضي والثقافي لمدارس مديرية لوقا في الفترة من 27 إلى 30 من مارس المنصرم بمشاركة 550 طالبا و100 معلم يمثلون 20 مدرسة. وفي حفل الاختتام أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ هيا برهاني أن أسبوع المدارس هو مناسبة لترجمة المعرفة والخبرة النظرية والعملية للطلاب إلى ممارسة عملية وعكس قدراتهم واهتماماتهم والتعرف على بيئتهم بشكل عام وأقرانهم بشكل خاص. وحث المدارس إلى السعي لتعزيزها والمجتمع والهيئات الحكومية للمساهمة. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد برهان الطقاي أن الأسبوع الثقافي الرياضي السنوي يعد برنامجا مهما للطلاب لاستعراض مهاراتهم. استشهد في 2 من أبريل الجاري مسؤول الخدمات الإدارية في مصنع أزل للأدوية المناضلة القديم مكنن ملكي قبر سلاسي عن عمر يبلغ 77 عاما إثر وعكة صحية ألمت به. وقد التحق المناضل الشهيد مكنن بصفوف قوات التحرير الشعبية في العام 1975 وعمل بعد التحاقه كمسؤول لخدمات الأدوية والمعدات الطبية في مختلف وحدات التنظيم، ثم مسؤولا للمالية في مؤسسة إنتاج الأدوية بالتنظيم. وبعد التحرير عمل الشهيد كمسؤول للمخازن في مؤسسة إنتاج الأدوية فارمكور، ثم مسؤولا لقسم الإدارة والمالية ومديرا للخدمات الإدارية في مؤسسة أزل لتصنيع الأدوية حتى تاريخ استشهاده. والشهيد المناضل مكنن ملكي متزوج وأب ل6 أطفال. وأجرت مراسم تشييعه في مقابر الشهداء في أسمرة اليوم 3 من أبريل. وتعرب وزارة الصحة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل مكنن ملكي وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا.
قال سيرجي رياكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة لبذل مساعي لمساعدة الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق مناسب قبل فوات الأوان. وأكدت الخارجية الروسية أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران غير شرعي وغير مقبول، مشيرة إلى أن موسكو ملتزمة بالبحث عن حلول تفاوضية لتسوية البرنامج النووي الإيراني. بدوره قال الكرملين أن مسؤولا روسيا يجري محادثات في واشنطن بتعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن التفاصيل ستأتي بعد انتهاء الزيارة. وتأتي هذه التصريحات الروسية في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالقصف والعقوبات إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، في حين ردت طهران أنها لن تتفاوض مع واشنطن تحت التهديدات. كما حذرت إيران الولايات المتحدة من أي عمل عسكري ضدها بعد تهديد ترامب بقصفها، وتوعدت برد حاسم، في حين رجحت مصادر إيرانية أن التهديدات الأمريكية هدفها إجبار طهران على التفاوض وتقديم تنازلات غير قانونية. طالبت الصين الولايات المتحدة بإلقاء أحدث رسومها الجمركية على الفور، وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الخطوة الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مر السنين، كما تغفل حقيقة استفادتها الكبيرة من التجارة الدولية. وأعلن ترامب فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع البلدان، ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائد تجارية مع الولايات المتحدة، مما يهدد بقلب كثير من بنية الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل حروب تجارية أوسع. أكدت الممثلة السامية لرئيس الجمهورية السنغالي باسيرو ديوماي فاي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم أن الفرنك الأفريقي سيصبح قريبا شيئا من الماضي، لأنه لم يعد يتناسب مع طموحات اقتصاداتنا. ونشرت وكالة أنباء السنغال أداكار أن أميناتا توري أكدت التزام الحكومة بضمان طرح الإيكو، العملة الجديدة الموحدة، للتداول في أقرب وقت ممكن بديلا للفرنك الأفريقي بين الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس. وأفادت قناة روسيا اليوم أن أميناتا توريت تصر على ضرورة الانفصال عن الماضي، سواء تعلق الأمر بالسيادة النقدية أو العسكرية أو الدبلوماسية، مشيرة إلى أن رحيل القوات الفرنسية يسير وفق المخطط له في سبتمبر. أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين عن أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوم استدعاء أكثر من 160 ألف شاب للخدمة العسكرية، مبينة أن مرسوم الاستدعاء لا علاقة له بالعملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي أن مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الاستدعاء الربيعي للخدمة العسكرية يبدأ من الأول من أبريل، وينص على استدعاء أكثر من 160 ألف فرد للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن الاستدعاء الربيعي للخدمة العسكرية لا علاقة له بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إحياء اليوم العالمي للتوحد في كرن. دعوة لإزالة الأشجار من جانبي الطرق في الإقليم الجنوبي. الجالية الإيرترية في إيطاليا تنظم ندوة حول دور المغتربين في مجال التعليم. روسيا تحذر من استخدام القوة ضد نووي إيران وتعرض الوساطة. والصين تطالب أمريكا بإلقاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد. والسنغال تعلن أن الفرنك الأفريقي سينتهي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.